السلام عليكم. ازيكم يا رب تكونوا بخير. النهارده هكلمكم عن حاجه مختلفه شويه. هكلمكم عن دور كل الناس اللي عايشه في العالم بتلعبه. انا وانتوا واهلنا واصحابنا ودوايرنا ومعارفنا وكل الناس 100% عدى عليك وقت انت كنت بتلعبه او اتخبطت في حد هو كان عايش الدور ده، والدور ده في ناس بتتقنه لدرجه ان هي بتتشفط منه. النهارده هكلمكم عن دور الضحيه. انا مش هكلمكم عن ازاي تخرج نفسك من دور الضحيه، انا هكلمكم عن ازاي تعرف ان انت عايش في دور الضحيه. تعرف ازاي ان انت عايش دور الضحيه؟ اول ما تلاقي نفسك بترمي الاسباب على اي حاجه. دخلت مثلا في علاقه وفشلت، اصل الطرف التاني هو اللي كان وحش معايا. دخلت في شغل وخسرت، اصل السوق كان نايم. حاولت تخس وما عرفتش اصل انا جسمي عنده مقاومه انسولين عاليه. اول ما تلاقي نفسك بتلوم اي حاجه حواليك الا ان انت تلوم نفسك، اعرف ان انت مخك بيهيأ لك ان انت تعيش في دور الضحيه. مشكله دور الضحيه ده ان هو يعني هو حلو. انت بتحس نفسك مظلوم والدنيا جايه عليك وكل حاجه حواليك صعبه، لكن في الحقيقه ان انت لو جيت لفيت المرايه ناحيتك وابتديت فعلا تواجه نفسك بالحقيقه، على الاقل لما تخش في تجربه شبه التجربه اللي انت طالع منها خلصان دي، هتكون اتعلمت الدرس. لكن لو انت ما لومتش نفسك وبصيت ان انت مظلوم دايما، وبصيت ان انت دايما ضحيه، ضحيه اهل، ضحيه بيت، ضحيه بيئه، ضحيه شغل، ضحيه اي حاجه، هتخش دايما تجربه هي بعدها هتلاقي نفسك وقعت في نفس الغلطات، وهتلاقي نفسك ما استفدتش اي حاجه، وهتلاقي نفسك كمان يعني الالم بقى اقوى، وبصيتك لان انت ضحيه بقت اعنف، وهتلاقي نفسك مش بتتحرك من مكانك. يعني بالعكس، ده انت عمال تتشد لورا. يعني في نوع تاني من الناس اللي عايشه دور الضحيه، دول بقى ايه، بيعصبوني جدا. وهم الناس اللي مثلا دايما بيديك كلمه وبيرجع فيها، ولما تيجي تتكلم معاه، اصل انا اهلي كانوا، اصلا مريت بتجارب وحشه في حياتي. يكون شخص عصبي جدا، اصل انا عندي انجر ايشوز. يكون شخص قليل الذوق، معلش اصل انا صريح. بتبقى دايما شخصيات مؤذيه جدا للناس اللي حواليها، ودايما تفسيرها للاذى ده ان هو معلش اصل انا تجاربي ما كانتش احسن حاجه. طيب يا عم انا مالي؟ ببقى متعاطف جدا مع الناس اللي مروا بتجارب صعبه في حياتهم، بس يعني ده مش مبرر ان انت تكون شخص قليل الذوق مع اللي حواليك، او ان انت تكون شخص وجودك مؤذي للي حواليك. بشوفها كمان ان انت دورك ان انت توقف الدايره دي عندك. ما هو انت قدامك حلين: يا توقف الدايره دي عندك، يا تكمل الدايره دي على اللي بعدك. انت اهلك كانوا وحشين معاك، فانت تبقى وحش مع عيالك. انت طلعت من بيئه وحشه، فهتطلع عيالك من بيئه اوحش، او هتطلع الناس اللي حواليك من بيئه اوحش، مع ان انت ممكن تاخد قرار ان انت تكون اخر واحد في الدايره دي. خلاص، اللي انا مريت بيه هحاول على قد ما اقدر ما اخليش اللي حواليا يمروا بيه. مش ان انا افضل افشخ اي حاجه حواليا، يعني اي حد حواليا هدوقهم السم اللي انا دقت منه، والمبرر بتاعي اصل انا عديت بده فمعلش استحمل. بقيت ببص لها بطريقه تانية. يعني تخيل، مفيش حد طبعا حياته سهله، بس لو انت مثلا مريت بتجارب وحشه كبيت مثلا، يعني انت اكتر واحد قضى تجارب وحشه في حياته وهو صغير. انت طلعت من اوحش بيت في الدنيا، ما فرقتش في اي حاجه. بالعكس، يعني هي زودت دور الضحيه عندك اكتر. دايما لما بلاقي نفسي محشور في دور الضحيه ده وبلوم اي حاجه حواليا غير نفسي، بحاول دايما ابص ان انا يعني احنا مش ملايكه، وطبيعي ان انا اغلط، وطبيعي يعني، واحاول على قد ما اقدر ان انا اواجه نفسي بالغلط اللي انا واجهته ده، لان كلنا فينا عيوب وكلنا فينا اخطاء. ولو ما حاولتش اتعلم من الاخطاء اللي انا والغلطات اللي انا بغلطها، عمري ما هتطور في اي حاجه في حياتي. ولو اي شخص مر بتجربه مشابهه زي دي وقدر يخرج من دور الضحيه ووصل لحاجه حلوه في حياته، يا ريت يشارك معانا في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.